طاقم حكام بولندي في مباراة اليوم أعلن عنها قبل فترة قصيرة بقيادة الحكم البولندي باول جيل. في مباراة اليوم يساعد بيوتر سازروك، وحكم مساعد ثاني مارسين بورغوريسكي، وحكم الرابع عبد الرحمن المالكي. الحكم صاحب 37 سنة والدولي منذ عام 2009. وتسمعون الآن قصة أخرى من ناحية الأناشيد في الجانبين. وطن وطن نادي الوطن اتي، والراقي لن تسير وحدك يا راقي، وعبر الزمان سنمضي معا. كلمات يسطرها وينشدها الآن في الجانبين. الآن لحظات أناشيد، لحظات الجمهور يتحدث، الجمهور ينطق، الجمهور يعبر، الجمهور يرفع الأعلام ويشجع ويذكر نشيده. لحظات جميلة جدا، جميلة جدا لهذين الفريقين اللي يملكون جماهيرية كبيرة. ليس فقط لموضوع الجماهيرية الكبيرة، قد نختلف، قد نتفق على أعداد الجماهير لمختلف الأندية، لكن أتحدث عن الفاعلية، عن الجمال، عن الأهازيج الخاصة التي يبتكرها جمهوري الناديين. فعلا قمة الأهازيج والطرب والقمة الخاصة بين الفريقين، بين الأهلي والاتحاد. الجولة 19، الأهلي بالمركز الرابع ب27 نقطة. الفوز اليوم يعني وصوله وعودته للثالث مرة أخرى، وهو الهدف له على الأقل في دوري عبد اللطيف جميل في هذا الموسم. الاتحاد في المركز السادس ب23 نقطة. الفوز يعني وصوله للنقطة 26 وتقليص الفارق بينه وبين الأهلي إلى نقطة واحدة للفريق الاتحادي. هذا باول جيل المدرب البولندي أو الحكم البولندي 27 سنة، الدولي منذ عام 2009. سبق أن حكم في دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، بينما الصورة على صاحب الألقاب مع بورتو البرتغالي، المدرب الذي بالتأكيد تختلف التحليلات والتأويلات له أصحاب الألقاب الأربعة مع بورتو. بينما الوافد الجديد في مباراته الثانية وبمشهد جميل الآن يشاهد وليعلم فيرزيري أن الاتحاد يملك جماهيرية كبيرة، والآن يتعرف كما تعرف سابقا فيتور بيريرا عن قيمة الأهلي. فيرزيري يتعرف عن ماذا يدرب ويقف خلف من هذا الفريق. إنه العميد، تاريخ في 87 سنة. إذا ضربة البداية الآن على أهبة الاستعداد لحكم مباراة اليوم باول جيل، الحكم الذي أيضا